هل فعلا في طريقة لو عملناها هنقدر نحدد أهدافنا ونحققها بشكل أسرع؟ احنا هنجاوب على السؤال ده سوا، ولكن مش عايزاكم تحسوا ان انتوا قاعدين بتتفرجوا على حلقة على اليوتيوب، ولكن عايزاكم تحسوا ان احنا 2 أصحاب قاعدين بندردش وبنتفق على البلان اللي هنعملها للسنة الجديدة. فهاتوا كوباية الشاي او القهوة بتاعتكم وورقة وقلم وتعالوا. احنا ليه اصلا بندور على اهداف لحياتنا؟ هحكي لكم قصة صغيرة قوي هتجاوبنا على السؤال ده. كان في واحد اسمه فيكتور فرانكل، وده واحد من أشهر علماء النفس، ولكن للأسف هو في فترة كان في المعتقل النازي في ألمانيا في الحرب العالمية الثانية، وهناك شاف أصعب أنواع التعذيب، وشايف أقصى أنواع الآلام هو وكل الناس اللي حواليه. كان منهم كتير جدا جدا بيحاولوا ان هم يتخلصوا من حياتهم لان هم مش قادرين يعيشوا في اللي بيحصل لهم ده. وهو جوه السجن اكتشف نظرية مهمة لينا كلنا، وهي ان الشخص اللي عنده سبب لوجوده في الغالب بيقدر يتخطى اي عقبات يمر بيها، ولو المعنى والهدف دول مش موجودين للأسف الانسان هيبقى معرض للاكتئاب ومعرض ان هو يحاول يتخلص من حياته. فرانكل قدر ان هو يتخطى كل العقبات دي لحد ما خرج من السجن، وده لسبب واحد بس، ان هو لقى معنى لحياته، ومعنى حياته انه يخدم كل الناس اللي حواليه وان هو ينقذهم من ان هم يحاولوا يتخلصوا من حياتهم. فاحنا كده كلنا متفقين ان لازم يبقى لينا سبب وهدف كبير لحياتنا، لكن فرانكل حط مواصفات معينة للهدف ده عشان ينفع يبقى معنى لحياتك. تعالوا نشوف سوا ايه هي مواصفات الهدف اللي ينفع يكون معنى لحياتي. أول صفة من صفات الهدف علشان ينفع يكون معنى لحياتي إن هو ما يكونش بيلف ويدور حواليا أنا بس، يبقى بره أنانيتي خالص. لو الهدف بيلف ويدور حواليا أنا بس مش هيقدر يكون معنى لحياتي، ومش هيقدر ينقذني من إحساسي بالاكتئاب أو إن عايزة حياتي دي تخلص وإن ملهاش معنى. أما تاني صفة من صفات الهدف إن هو يقدر يستوعب حياتي كلها. يعني ايه بقى يستوعب حياتي كلها؟ يعني ما يكونش هدف مرتبط بمرحلة معينة، يعني انا هدفي اني اتجوز، هدفي اشتغل الشغلانة دي، هدفي اني اشتري العربية دي كلها اهداف كويسة، ولكن هي مرحلية مرتبطة بمرحلة معينة، ولما هتخلص هرجع تاني اسأل نفسي هو انا ايه هدف وجودي في الحياة اصلا، وايه معنى وجودي، وهرجع لنفس السايكل بتاعت الاكتئاب تاني. فعشان كده الهدف لازم ما يبقاش مرحلي، يبقى بيشمل حياتي كلها. تالت حاجة ان هو يكون هدف يستحق ان انت تعيش علشانه، هدف ثمين بقدر ما انت حياتك اصلا حاجة ثمينة جدا. هل هدف انك تكون اغنى واحد في عيلتك، او انك تلف كل بلاد العالم؟ هدفك انك تكوني اجمل واحدة في المكان، او لو هدفك في الحياة ان انت تبقي اعلى بوزيشن في الشركة اللي انت فيها؟ هل انت شايفة او انت شايف ان الهدف ده يستحق ان انت تعيش حياتك كلها علشانه؟ مش عارفة. فكروا انتوا وشوفوا هل الاهداف اللي انتوا حاطينها هدف فعلا يستحق انك تعيش علشانه؟ لو لا، يبقى انت محتاج تراجع الهدف بتاعك تاني. محتاجين جدا نفكر هل الاهداف اللي احنا بنعيش علشانها دي تستحق فعلا ان احنا نعيش علشانها ولا لا. ولكن احنا كمان محتاجين ان احنا كل يوم ندعي ربنا كتير جدا ان هو يعرفنا ايه هي رسالتنا اصلا في الحياة، ايه هي الرسالة اللي احنا اتخلقنا علشانها. هي ممكن تكون مش رسالة واحدة، ممكن تكون رسائل كتير، ولكن فعلا خلي عندك إصرار إنك تدعي ربنا كتير جدا يعرفك إيه هي الحاجة اللي أنت فعلا هتقدر تدي وتقدم فيها. الحتة الجاية دي بقى هنحتاج ضروري ورقة وقلم، فأرجوكم ما تكسلوش تقوموا تجيبوا الورقة والقلم وتعالوا بسرعة. عايزاكم بقى تكتبوا في الورقة والقلم دول كل الحاجات اللي انتوا عندكم شغف ناحيتها، كل الحاجات اللي بتحبوها قوي واللي بتحبوها نص نص، الحاجات اللي شاطرين فيها قوي واللي شاطرين فيها نص نص. اكتبوها كلها من غير ترتيب، اكتبهم كلهم حتى لو ما لهمش علاقة ببعض. يعني مثلا اكتب الرسم، جرافيك ديزاين، صوتي حلو، بحب اسمع الناس، بحب احل مشاكلهم، اي حاجة حتى لو ما لهمش اي علاقة ببعض. بعد كده بقى هنبدأ ان احنا نرتبهم، يعني تفضل تقراهم تاني، وكل واحدة تحس ان هي قريبة قوي منك او قريبة لشخصيتك او قريبة لشغفك هتحط عليها رقم. اكتر حاجة خالص انت شايف نفسك شاطر فيها حط عليها 1، اللي بعديها 2، اللي بعديها 3، وهكذا لحد ما تقدر ترتبهم. وبعد ما ترتبهم هتنقلهم في ورقة تاني بالترتيب. برافو عليك، عايش، انت كده قطعت معايا نص الطريق. بعد كده احنا هنختار اول 3 أو 4 حاجات بس، وهم دول بس اللي هنركز عليهم في السنة الجديدة، عشان مش هينفع نركز على كل الأهداف ونشتت قوي نفسنا. عايزاك كمان تكتب كل أحلامك، احلم وتخيل براحتك. أنا عايز يبقى عندي البيت ده، أنا نفسي أشتغل الشغلانة دي، أنا نفسي أخس، أنا نفسي أعمل فورمة، أي حاجة. احلموا براحتكم خالص في المرحلة دي، بس في المرحلة الجاية مش هنعرف نحلم براحتنا قوي. دلوقتي بقى احنا هنعمل الحركة السحرية اللي بتخلي أي أحلام ممكن تتحقق بجد،
والحركة السحرية دي هي ان احنا هنحول الاحلام لاهداف، بس مش اي اهداف ذكيه، سمارت جولز. هشرح لكم بالظبط ايه هي السمارت جولز دي، بعد كده هديكم امثله ازاي نحول كل اهدافنا لسمارت جولز. كلمه سمارت دي كل حرف من حروفها بتشير لصفه معينه من صفات الهدف اللي فعلا بتقدر ان انت تحققه في الاخر. اس specific يعني محدد، كل ما الهدف بتاعك يكون محدد وواضح جدا قدامك كل ما هتقدر تحققه بشكل احسن واسرع. ام measurable يعني قابل للقياس، يعني حاجة أقدر أقيس نفسي فيها إذا كنت بطلع لقدام ولا برجع لورا. كل ما الهدف بتاعي أقدر أقيس نفسي فيه كل ما يكون تحقيقه أحسن وأسهل. إيه achievable يعني حاجة أقدر أحققها فعلا، حتى لو صعبة شوية وفيها تحدي لكن مش مستحيلة خالص، حاجة مش مجرد خيالات في دماغي، حاجة موجودة فعلا على أرض الواقع وأقدر أعملها. are relevant يعني حاجة ذات صلة. ذات صلة بإيه بقى؟ ذات صلة برسالتي كلها، ذات صلة بهدفي الكبير. فاكرين الهدف الكبير اللي اتكلمنا عنه في أول الحلقة، إن أنا ليا هدف كبير أصلا في حياتي كلها، فالهدف ده لازم يبقى ليه علاقة باللي أنا عايزة أحققه في حياتي كلها. يعني أنا لازم أسأل نفسي ليه أنا عايزة أعمل الحاجة دي؟ هل هي هتفيدني بشكل من الأشكال في تحقيق رسالتي كلها أو في تحقيق هدفي الكبير؟ لو مش هتفيدني طب أنا بعملها ليه؟ time bound. تايم باوند بمعنى ان هي لازم تكون محدده بوقت، ودي الحاجه اللي اغلب الناس بجد ما بتعملهاش، وده بيخليهم ما يقدروش ان هم يحققوا اهدافهم. لازم الهدف بتاعي يبقى مرتبط بوقت معين، لو مش مرتبط بوقت معين فهو لسه في مرحله الحلم، يعني انا عايز اوصل للحاجه دي في الوقت ده بالذات. تعالوا بقى نقول مثال ازاي نحول حلم لسمارت جول. لو مثلا انا الحلم بتاعي ان انا عايز اخس واوصل لشيب معين في جسمي مثلا، يعني اول صفة من صفات السمارت جول ان هو يكون محدد. فهنا انا هقول انا عايز اوصل لوزن 70 كيلو مثلا، فكده انا سبيسيفيك جدا وعارف انا عايز اوصل لايه. قابل للقياس، فانا مثلا كل اسبوعين هطلع على الميزان، هاخد مقاساتي، هعرف اذا كنت بقرب من الهدف بتاعي ولا ببعد. قابل للتحقيق، يعني انا عايز اوصل لاكتر وزن ينفع انا اوصل له والشيب المناسب ليا انا، انما مش عايزه مثلا انا ابقى شبه الفنانه هيفاء وهبي، ده كده غير قابل للتحقيق لان اصلا الجينات بتاعتي غير الجينات بتاعتها. فلازم تكون حاجه ينفع فعلا تتحقق عشان ما يجيليش احباط. زي صلة، ايه علاقته اصلا بحياتي الباقية كلها، برسالتي كلها. انا مثلا عايز اخس علشان صحتي تكون احسن وعلشان الانرجي بتاعتي تكون احسن واحقق رسالتي في الحياة بشكل افضل، لازم يكون عندي سبب للي انا بعمله. تايم باوند يعني انا عايزة اوصل ل70 كيلو في شهر سبتمبر الجاي مثلا، لازم يبقى محدده وقت. في حته مهمه قوي يا جماعه في الموضوع ده، ان انا اعرف اقسم الجول الكبير جولز صغيره. يعني مثلا انا عايز اوصل للهدف كله في شهر سبتمبر، فلحد الشهر الجاي انا هكون حققت منه قد ايه، للشهر اللي بعده هكون حققت منه قد ايه، كده قسمته حتت صغيره عشان يبقى اسهل عليا. دلوقتي بقى كل الاحلام اللي انتوا كتبتوها على الورقه من شويه لازم تحولوها لسمارت جولز عشان تتاكدوا ان انتوا فعلا هتقدروا تحققوها في السنه الجديده. في الاخر يا جماعه عايز اقول لكم حاجه مهمه قوي قوي، اكتر شخص بيحقق اهدافه هو الشخص العملي اللي متقبل فكره ان الحياه ups and downs، في وقت بقدر احقق، في وقت ما بقدرش احقق، في وقت بحقق بسرعه، في وقت تاني بحقق ببطء. كل ما هتكون متقبل اكتر للفكره دي كل ما هتقدر تحقق اهدافك احسن. بس كده، يا رب يكون الفيديو فاتكم، وبتمنى من قلبي ان كل حد يقدر يحقق الاهداف بتاعته في السنه الجديده. واكيد ما تنسوش تعملوا سبسكرايب علشان تشوفوا الفيديوز الجايه. باي باي.